اولا انا كنقول بانه كل حاجه كيناقشها الانسان خصو يناقشها بعلم بعيدا عن اي تشنج. انا ما تنظنش المغاربه اللي هما الاغلبيه الساحقه ديالهم مسلمين انهم كيقلبوا على شي وسيله باش يخرقوا شرع الله وانهم يخالفوا شرع. ما كاين حتى واحد باغي يخالف شرع الله، ولكن كاين الذي يستريح في واحد الوضع ثقافي فقهي معين، ما فيه ما يجتهد ما فيه ما يشتغل، وكاين اللي كيف ما كان الحال كيجتهد من اجل احقاق العدل. لاننا تنظن ما كاينش شي ديانه اللي نزلت سماويه جات ما بغاتش العدل وما بغاتش احقاق الحقوق بالنسبه للناس. حنا اليوم امام معضلات عينيه. اش كنقولوا؟ انه ما يمكنش في واحد الاسره فيها غير البنات، الا توفى الاب البنات يقدروا يباتوا ديك الليله في الزنقه. علاش؟ كيجيو الاصول، ولد عمي ولد خالته ولد جدات داك الاخر اللي لهيه اللي عمره ما شافوه، وكيجي قال لك سيدي غادي يقسم معهم المجهود اللي دارته المراه والرجل مع وليداتهم. وهذا الشيء عندنا فيه امثله كثيره، وانا تنظن كل الفقهاء المتنورين كلهم كتدمع عينيهم ملي كيسمعوا قضايا بحال هذه وكيقولوا لا خصنا احقاق الحق. حنا كحزب اشتراكي موحد عندنا الجرأة باش نقولوا بانه خصنا نفكروا في اطار احقاق هذا الدوله العادله واحقاق حقوق الناس، انه الثروه التي تتراكم داخل الاسره خصها تبقى داخل الاسره، سواء كانوا اولاد بوحدهم ولا بنات بوحدهم ولا اولاد وبنات. انا الوالد ديالي والوالده خدموا ودمروا باش نعيشوا حنا بكرامه. جانا ولد خالتي تعلموا الباش غادي نقسم معاه ولا نبات في الزنقه؟ حتى واحد ما يقبل هذه، حتى انسان عاقل. وهنا فين كنعاود نناديو هاد الناس كنقول لهم راه التشنج راه الرسول ساله مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى واحد ما هو يعني وكل اليه الدفاع عن الدين. لان الله في الكتاب ديالو في القران كيقول للرسول الكريم لست عليهم بحفيظ لست عليهم بوكيل. ولهذا اذا كانت القوانين اللي استقيناها من القران والسنه راه معروفه، راه عندنا يعني باش من اجل اداره المجتمع خصك ملايين قوانين. منين غادي نجيبوها؟ غادي نجيبوها بالمنطق، غنجيبوها من العدل، غنجيبوها من العقل. ماشي نقلب على شي واحد يدير 14 قرن قال في واحد النازله هو اللي غادي نسمع ليه. وثانيا هاد الناس اللي كيبغيو يخلقوا المشاكل واصطدام داخل المجتمع الواحد. وحنا اليوم امام الاكراهات الدوليه والاقليميه محتاجين لجمع اللحمه الوطنيه. حنا محتاجين لبعضياتنا باش حتى واحد ما يقسم بلادنا، باش حتى واحد ما يشفر لينا خيراتنا، باش حتى واحد ما يهدد الوحده الترابيه ديالنا، حتى واحد ما يستعبد نسائنا ولا رجالنا ولا اطفالنا. اذا خصنا نكونوا على كلمه واحده، وهذه الكلمه الواحده هي كلمه الحق. اننا ننتبهوا للدراسات العلميه ديال علماء الاجتماع اللي كيبينوا لنا بان المجتمع تطور. راه الاسر المغربيه راه حنا الاغلبيه فقيره، وكتلقى اكثر من 27% ديال الاسر القفه الوحيده اللي كتدخل الدار كتجيبها المراه. وهذه المراه هذه واش ان الاوان ماشي نقولوا كاخت كأم كجده كخاله، لا ما كانسان كامل الانسانيه خصو الحقوق الكامله. وبما ان الدستور ديال المغرب خطا واحد الخطوه ويقر في الفصل 19 بالحقوق المتساويه بين المراه والرجل، حنا كناس باغيين الحق. اذا خصنا نبداو في التطبيق ونبداو في الانصاف، وهذا الشيء اللي بغيناه. وهذه مناسبه حنا ما كيخلعنا حتى واحد، ما كيخلعنا حتى واحد. مع كل الاسف كنشوف واحد العدد الفقهاء كانوا متشددين، وفي الايام الاخيره ولاو كيفهموا بانه راه ما يمكنلكش تفهم الكتاب اللي كيفهموه الا المتضلعون في الدين.